كتحس بالحرج قدام الناس ملي كتضحك وحيت اللون الاسنان ديالك غامق او فيها بقع ولا صبوغات، او بغيتي ابتسامه جذابه اللي تزيدك الثقه في النفس. الحل هو فينسي دونتيفريس بلونشيسون مسواك مع معجون اسنان فينسي. مسواك مبيض ما تبقاش قلق، ابتسامه غادي ترجع مشرقه ونقيه في كل مره تستعملو، بتركيبه خاصه بالمسواك كينظف الاسنان بعمق، كيوفر الحمايه ضد التسوس وكيعطي تبييض طبيعي مع نفس منعش طول النهار. ومع الاستعمال المنظم اسنانك تولي اكثر بياض، ابتسامتك اكثر اشراقه وثقتك في النفس اكبر. حجم عملي وفي مختبرات تركيه بجوده عالميه. طلبوا دابا بثمن مناسب من مارسوك.com او تواصل معنا دابا على الواتساب على 06 74 38 37 91. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الخاصة، سهرة رأس السنة سنة 2025. متتبعينا الكرام وبقى لنا إلى القليل أنه باش نودعوا سنة 2025 وندوزوا إن شاء الله سنة 2026، والله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب. وإن شاء الله هذه السهرة غتكون سهرة مميزة، سهرة خاصة لكل المتتبعين والمتتبعات على إذاعتكم مراكش بليس الرقمية. هذه السهرة إن شاء الله غتكون سهرة شعبية نايضة، سهرة إن شاء الله غيكون فيها الفرح والسرور إن شاء الله. وإن شاء الله كذلك غنناقشوا كل الإنجازات المغربية إن شاء الله اللي غتكون في هذه السهرة هذه اللي غنناقشوها مع ضيفي الكريم سيدي محمد الكبيبان. مرحبا بك. أهلا وسهلا كل متتبعين الإذاعة مراكش بليس. سيدي محمد ومتابعينا الكرام، كيف قلت لكم هي سهره نايضه، سهره ان شاء الله اللي غتكون جميله وخاصه وهادي بطبيعه الحال. غنتقاسموا فيها كيف قلت مجموعه ديال المواضيع ان شاء الله. فسنه 2025 غنودعوها كيف كنقولوا بالزين وبالخيب. فسنه 2026 نتمنى ان شاء الله تكون سنه مليئه بالانجازات، سنه مليئه بالنجاحات ديالكم بطبيعه الحال. ودائما شعارنا الخالد الله الوطن المليء. متابعينا الكرام كيف قلت من قبل غنناقشوا مجموعه ديال الانجازات ان شاء الله اللي بطبيعه الحال عرفها المغرب سنه 2025. فبين الانجازات بينها الانجازات الرياضيه، انجازات دبلوماسيه اللي حققها المغرب سنه 2025 اللي كنفتخروا بها. فغنبداو بالانجازات الرياضيه سيدي محمد. فالانجاز الرياضي اللي كان قبل اللي هو فوز المنتخب المغربي الشباب يعني كاس العالم الشباب عفوا بدوله الشيلي. فبطبيعه الحال شفنا يعني حفول الاستقبال من بعد ما جاوا هنا للمغرب، شفنا الاستقبال ديالهم طرف الجماهير المغربيه وكذلك الاستقبال ديالهم عند ولي العهد مولاي الحسن. فبطبيعه الحال يعني فرحه كبيره كنتقاسموها، وواحد الانجاز تاريخي لانه فوز المغرب بكاس العالم ماشي سهل. فشنو تقول الان المتابعين الكرام اللي كيشوفونا الان ونتقاسموا معهم هذه الفرحه هذه اللي عشناها كاملين؟ الفرحه هذه فرحانين بها، واحد الفرح اللي كبير جدا، وخصوصا هذا الجيل هذا اللي ما عمره توقعنا يجيب هذا الكاس ديال العالم، وتبارك الله عليه. الجيل اللي عطى واحد الصوره كبيره بزاف. تحياتي لهاد اللاعبين اللي كانوا في المستوى وزياده كمان ما قالوا المصريين. ودابا كنتمناو احنا ان شاء الله الان احنا في المغرب كيعرف تنظيم كاس افريقيا سنه 2025. فكيف كنشوفوا عندي تنظيم في المستوى يعني بشهاده يعني كل يعني المنابر الاعلاميه الدوليه اللي يعني بطبيعه الحال انها يعني كان واحد التنويه اعلامي يعني من طرف كل كيف قلت من المنابر الاعلاميه وكل الناس اللي جاوا حضروا هنا، انه كان التنظيم في المستوى تنظيم صراحه اللي ماشي بسهل انه تنظموا اي دوله افريقيا، لان المغرب الان اصبح يعطى به المثل يعني في تنظيم التظاهرات. صح. ما نقولوش في التظاهرات الرياضيه، انما في جميع التظاهرات العالميه اللي نجح فيها المغرب. فالان احنا كنعيشوا وكان يعني الفوز ديال المنتخب المغربي اخر مباراه كان الفوز المنتخب المغربي على منتخب زامبيا ب3-0 والان داز للدور الموالي. فشنو غتقولوا كذلك على الفوز ديال المنتخب المغربي واللي داز كيف قلت للدور الموالي؟ بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي اللي كان عطى واحد صوره جميله في المقابله الاولى ضد الفريق القمر جزر القمر. نعم. اللي كان فاز بجوج اهداف ل0، وكان فرحونا وفرحوا ولي العهد الامير ديالنا الجليل مولاي الحسن. كان فرحوا اللي فرحوا واحد الفرحه مع جميع الشعب المغربي
وجا الحاجه اللي عجبتني فيه هو التواضع ديالو. تحياتي الحضور ديالو في الافتتاح ديالو كانت الامطار قويه ونزل التيران مع الجمهور. صحيح. وتبارك الله واحد الشاب انا عجبني بزاف الامير ديالنا، الله يخلي لنا والله يخلي لنا الاسره العلويه وعاش الملك. وبالنسبه للماتش كان في المستوى، ولكن الماتش الثاني ما كانش عجبني مزيان. نعم. المغاربه كانوا واحد عرفتي يا سيدي محمد، احنا ولفنا الفوز وولفنا دائما الانتصارات. فالمغرب ربما الشعب كيف قلت ولا الجمهور المغربي عفوا، لانه كان بعد ما كان التعادل وكان ربما واحد نقدروا نقولوا هبط الريتم بواحد ربما نسبيا هبط شويه بالنسبه للشعب المغربي كي قلتي مولف الفوز وحنا متعطشين ديما للفوز. التعادل عندنا حنا شيء بالنسبه الارض ديالنا في المغرب ديالنا، والتنظيم محكم والتنظيم في المستوى وجميع الحويجات موفرين للاعبين. جاتني انايا التعادل جاني شبه هزيمه. شوف سيدي محمد، احنا كمغاربه والمغرب الحمد لله في سنه 2025 حنا ولفنا الانتصار في جميع المجالات الحمد لله. الانتصار ديالنا حتى في الدبلوماسيه المغربيه، ولكن انه الحمد لله كان الان كنحققوا انجازات كبيره وكان يعني نجاحات كبيره على مستوى الدبلوماسيه المغربيه. واجب بطبيعه الحال تحت القياده الساميه صاحب الجلاله صراحه بالنسبه لسيدنا نصر الله، لان الدبلوماسيه المغربيه نجحت بواحد الشكل كبير. وتحياتي الاخوه اللي تيشرفوا على ديال الدبلوماسيه المغربيه. نعم. تحياتي لهم من هذا المنبر هذا. والقرار الاممي الداعم للحكم الذاتي تحت السياده المغربيه اللي عطى واحد الصوره كبيره. صحيح. وحنا كنا متعطشين باش يكون هذا القرار هذا لصالح المغرب، لان الصحراء معروفه مغربيه وبقى ان شاء الله مغربيه حتى يعطي الله الارض ومن عليها. والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. والسلام عليكم ورحمه الله. فاحنا باقي مكملين في الانجازات، ولكن بينا نكملوا الماتش ديال قبل ما نكملوا الماتش سيدي محمد خليك معايا، لان باقي متتبعين الكرام باقي حنا كيف قلنا غتكون هذه السهره عفويه، سهره غنناقشوا فيها بطريقه عاديه. صح. ما بغيناش غيكون فيها الضحك، غيكون فيها النشاط، كذلك غنتكلموا على الانجازات ديالنا كيف قلت من قبل. لكن راه مشاهدينا الكرام كيتسناو، لان قلنا لهم سهره خاصه، وسهره كيف كتعرفوا انه ضروري يكون فيها شويه ديال الشعبي وشويه ديال الموسيقى. مشاهدينا الكرام قبل ما نكملوا في الانجازات كيف قلنا اللي كان في سنه 2025 ولا بد ما نخليكم ونردكم من قبل انه كان شعبي، ونخليوها الشعبيه دائما على اذاعه مراكش بليس. تحيه الاخوان بطبيعه الحال معنا كيتابعونا الان، وكذلك تحيه لكل الاخوان في القمه التقنيه والاخراج هذا السهر ان شاء الله اللي كيف كتشوفوا ان شاء الله. وبطبيعه الحال كيف قلت من قبل فما بقى لنا الا القليل ونودعوا سنه 2025 ونمروا ان شاء الله للسنه المواليه اللي هي سنه 2026، والله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا رب. واللي عنده شي حاجه كيتمناها والله يسر ليه فيها، وان شاء الله نشوفوا دائما احنا ناجحين يعني في على كيف قلت من قبل في الدوله المغربيه انه كان نجاح كبير في سنه 2025 على مستوى المجال الرياضي، على المستوى الدبلوماسي كذلك. كانوا مجموعه ديال الامور لان كيف كنقولوا ولا بد من نناقشوا حتى الانجازات ديالنا، لان هذا الشيء كيهمنا كاملين وهذه الصوره ديالنا كاملين بطبيعه الحال. فغنرجع سيدي محمد، وحنا هضرنا على الانجازات الرياضيه من قبل ما يمكنش وتفوتنا الفرصه، وحنا تكلمنا على الفوز ديال كاس العالم للشبان اللي كان في دوله تشيلي، وتكلمنا على المنتخب المغربي الان في كاس افريقيا، وما يمكنش ما نتكلموش على الشباب بطبيعه الحال اللي جابوا لنا كاس العرب من دوله قطر. فتا هما يعني مثلوا المغرب احسن تمثيل وجابوا لنا كاس العرب وجابوا واحد اللقب اللي ماشي بسهل انه اي دوله انها تفوز بهذا اللقب هذا. سيدي محمد شنو تقول لهاد الشباب تا هما ابناء مغاربه تا هما اللي مثلوا المغرب احسن تمثيل وجابوا الكاس للمغرب؟ بالنسبه لهاد الشباب هادو اللي تيتسمى الفريق الوطني الرديف، ولكن انا ما غاديش نقول ليه الرديف، الفريق الوطني الاول تا هو نحسبه لان مثل الشعب المغربي كامل بواحد الصوره جميله بزاف، ومثل حتى الشعب العربي كامل. نعم. واصلا هي دور كاس العرب هذاك، لان افريقيا بالنسبه مثل المغرب منتخب مغربي مثل
القاره الافريقيه وعطى واحد الصوره اللي جميله وجميله بزاف، لان الحمد لله حاليا الكره المغربيه كتحت مراتب عليا على الصعيد العالمي. وهذا الفريق هذا ولا المدرب السكيتيوي كنشكروه من هذا المنبر هذا ومن هذا المنبر وتنقولوا ليه تحياتي ليك، وراه ان شاء الله تنتمنى لك مسيره موفقه في المقابلات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله سيدي محمد. فمشاهدينا الكرام كيف ان شاء الله غنحاولوا نقربوكم اكثر في هذه السهره الخاصه من ان شاء الله البرامج اللي غتكون سنه 2026. هي برامج كثيره، برامج متنوعه، برامج بلمسه جديده ان شاء الله اللي غتكون ان شاء الله على اذاعتكم مراكش بليس، من بين البرامج اللي هي عوده برنامج اللي كيف كتعرفوا اللي كان عند طبيعه الحال البرنامج اللي يعني حظى بمجموعه ديال المتابعين والمتتبعات يعني في السنوات اللي كانت من قبل سنه 2018 يعني اللي هو برنامج هموم الناس. صراحه كان برنامج ناجح، ان شاء الله غتكون العوده ديال هذا البرنامج هذا وغيتم احياء هذا البرنامج يعني بلمسه جديده ان شاء الله. كذلك كاين برنامج مبادر اللي هو برنامج خاص بجمعيه المجتمع المدني والتعاونيات ان شاء الله اللي غنحاولوا حتى هما نخصصوا لهم برنامج خاص ان شاء الله اللي غيكون على اذاعتكم مراكش بليس. كذلك برنامج سؤال في الصحه اللي هو يعني برنامج كنستضيفوا فيه يعني اخصائيين في مجال الطب الصحه ولا الطبي، فاللي ربما غنحاولوا نتوما تعطيونا دائما اسئله ديالكم على الصفحه ديالنا اللي هي صفحه مراكش بليس على الفيسبوك، وحنا ربما غنحاولوا يعني نعطيو التساؤلات ديالكم لكل اخصائي اللي غيكونوا معنا ان شاء الله. كذلك برنامج اخر اللي هو برنامج حديث الساعه كيف كتعرفوا هو يناقش كل القضايا الاجتماعيه والسياسيه وكذا الاقتصاديه، فهذا ان شاء الله تا يكون برنامج خاص ان شاء الله اللي غنحاولوا تا يكون بطريقه جديده بلمسه جديده ان شاء الله في سنه 2026، ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. كذلك عندنا برنامج ان شاء الله اللي غيكون لاول مره على مراكش بليس اللي هو غيكون برنامج خاص باللغه الامازيغيه ان شاء الله، يكون خاص ان شاء الله باخواننا الامازيغيين، لان دائما كنتلقاو رسائلكم وانه لما لا انه يكون برنامج خاص يعني يناقش كل القضايا لكن باللغه الامازيغيه. فما يمكنش نكملوا في السهره وكيف قلت من قبل وما ندوز ونخليكم عاوتاني فاصل غنائي ونعاودوا نتلاقاو. كيعلموني في القماطر التقني انه لما لا انه مادام انه تكلمنا على الامازيغيه وكانوا كذلك موسيقى امازيغيه لاخواننا الامازيغيين وانا امازيغي وافتخر بطبيعه الحال، فالان ولما لا انه غتكون ربما واحد التقديم بسيط باللغه الامازيغيه. فايتمتنا يستما ديتما ان شاء الله السهره خاصه راتي لي ديالون ان شاء الله سهره راس السنه ان شاء الله مكنني انه ريلي ين البرنامج خاص نناقش كيس كل القضايا اللغه الامازيغيه. اذا كنت دائما كوني نتابع عندنا على اذاعه مراكش بليس كانتين ربما مجموعه من الروبورتاجات كانتين ربما اعالي الجبال اللغه الامازيغيه نناقش ديدون كل القضايا الاجتماعيه اللغه الامازيغيه في الروبورتاجات، لكن اليوم ريلي يناقش كل قضايا النون في اللغه الامازيغيه، لان اللغه الامازيغيه حتى تصبح يعني لغه رسميه الدوله ديالنا الدوله المغربيه. فانا كنا دائما تحت ايقاعات امازيغيه، لما لا ان شاء الله القيمه التقني كيعلمني انه يقول لما لا انه يكون موسيقى امازيغيه اخرى، لان استعلوا منا اكثر صراحه. فاونتيني اسكا سامباركي اسكا سي غودان سنه 2026.
مشاهدينا الكرام، بعد ما سمعنا لهذا الفاصل الغنائي الامازيغي، صراحه هي اجواء جميله كنعيشوها معكم اليوم على اذاعه مراكش بليس الرقميه تحت ايقاعات امازيغيه شعبيه. وانا كنطلب من سيدي محمد قبل انه يتكلم هو الامازيغيه، قال لي الله غالب اخويا لان ولا لا سيدي محمد. لا بصراحه الشلحه ما عنديش، ما نعرفهاش مزيان، ولكن انا الاصل ديال الوالده ديالي شلحه من سوس. نعم. والوالد ديالي عربي، يعني حنا دوكا عندنا واحد المزيج ما بين الشلحه ولكن والعربيه. للاسف ما كتعرفش يلا كنعرف يفولكي. يفولكي احسن حاجه هي يفولكي، والحمد لله اجواء ويقارضن. سي محمد كيعرف يفولكي ويقارضن فقط. فصراحه والله هي لغه امازيغيه ولغه جميله وكنفتخروا بها، لان والله لان احنا كنا مغاربه، لان الجميل في الامر انه يعني في المغرب عندنا يعني اختلاف اللهجات، يعني كتلقى اختلاف الثقافات، يعني كتلقى شمالي كيتكلم بواحد اللهجه، كتمشي للصحراء كذلك كيتكلم يعني بلهجه يعني الصحراويه الحسانيه، يعني كتمشي مثلا لمراكش كذلك اللهجه المراكشيه، يعني الحمد لله كاين واحد المزيج يعني من بين الثقافات المغربيه يعني بمختلف يعني اللهجات. فكيف قلت فاللغه الامازيغيه اصبحت هي لغه رسميه كذلك. فمن قبل قلنا انه غيكون برنامج خاص ان شاء الله غيكون بالامازيغيه، واللي ان شاء الله ننتظروا التفاعل ديالكم في هذا البرنامج ان شاء الله باذن الله اللي غتعرفوا عليه ان شاء الله في سنه 2026. فسيدي محمد، وحنا غنرجعوا للانجازات بطبيعه الحال الرياضيه اللي قام بها المغرب. فالان قلنا انه المغرب الان كينظم كاس افريقيا في سنه 2025، فاحنا الان المنتخب المغربي مر يعني الدور الموالي، ونتمنوا لانه لما لا انه يكون الفوز ديالنا لهذا الكاس هذا ويبقى عندنا في المغرب وما يمشيش شي دوله اخرى. لما لا انه يكون ونفرحوا لما غيكون عندنا تحقيق ديال كاس العرب كاس العالم، ولما لا انه يكون حتى هو الفوز ديال كاس افريقيا سنه 2025. صراحه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، بالنسبه الماتش الثاني اللي ما كانش في المستوى، ولكن كان واحد التكتيك اللي بالنسبه للمدرب جرب بزاف ديال اللعابه وهو مجربين ايضا، ولكن العطاء اللي كنا متعطشين ليه ماشي هو هذاك، ولكن الحمد لله ولا دارك الموقف ودار واحد ماتش بو ماتش ديال بصح. تبارك الله عليه، تنهنيك سرقراقي، واخا تقلقنا واحد شويه ولكن عذرنا، راك عارف الدم ديالنا حامي بزاف، وماشي لخاطرنا داك الشيء فطري. لما كنتيش مغربي راه ما تحس بهاد الحوايجات، كنتي مغربي غادي تحس براسك تقدر خوك الدور في هذيك الساعات ملي كيكون ساعه الغضب. حنا راه تقلقنا في ديك الوقيته، ولكن دابا راه حنا فرحنا وتنقولوا لجميع اللعابه تبارك الله عليكم، درتوا واحد الماتش اللي ماتش كبير بزاف، وديال الناس اللي في المستوى والناس اللي لعابه. صراحه عندنا لعابه عالميين واللعابه اللي اعلى قيمه على الصعيد الافريقي تبارك الله عليهم، كلهم في المستوى. والاضافه هو ديال بالنسبه للسي حكيمي اللي رجع لنا الساحه الرياضيه، تنقول لها سيدي شافك الله، وتنتمنوا ان شاء الله تكمل معنا المسيره حتى النهايه، كي قلتي غادي يكون ان شاء الله الكاس لما لا يبقى عندنا في المغرب باذن الله ان شاء الله. يا ربي هذا ما كنتمناو، ندعيو مع المنتخب الوطني المغربي يبقى عندنا الكاس هذا، لان المغاربه تعذبوا بزاف. والسي القجع دار واحد الخدمه اللي خدمه كبيره وكبيره بزاف. كاينين الناس اللي حاسين بهاد الحويجات هادو، وهذا الشيء راه شي حويجات سابقه في افريقيا كامله. صحيح. لان واحد النقطه خصك نشيروا ليها، ما خصناش نكروا الخير ديال المنظمين والناس اللي خدموا الصهيرين بطبيعه الحال على التنظيم الصهيرين، وعلى زائد البنيات التحتيه اللي ولات عندنا في التيران تبارك الله. والتيران ديال الرباط اللي تبنى بواحد الوقت قياسي ديال سنه ونصف، وتبنى بواحد المعايير دوليه. صحيح. انا بعدا تنفتخر بهاد الحويجات اللي ولاو عندنا في المغرب، هنيئا لنا. والشتاء جات في واحد الظرفيه اللي ظرفيه كبيره بزاف بالنسبه للشتاء اللي كطاحت على التيران، والحمد لله ما كاين لا جفافه لا كراطه لا والو، كان كل شيء في المستوى، كل شيء زوين، والناس شادوا بها بزاف ديال المنابر الاعلاميه على الصعيد العالمي. وهذه بديره خير على المغرب، خصوصا في السنه ديال 2025 نودعوها بزاف ديال الحويجات اللي زوينين، الانجازات ديالها. ولكن راه باقي شي حويجات غنذكرهم في الانجازات اللي ما كانوا، شي حويجات في الكوارث الطبيعيه غادي نعزوا بها الناس ديال اسفي. صحيح. بهذه المناسبه كنوجهوا العزاء ديالنا لكل الناس اللي فقدناهم في مدينه اسفي جراء الفيضانات اللي كانت مؤخرا. فعزاء ديالنا لكل الاسر اللي فقدات الاهل ديالها.
فمشاهدينا الكرام كيف قلت من قبل هي كانت مجموعه ديال الانجازات، انجازات على المستوى الرياضي، انجازات دبلوماسيه، انجازات اقتصاديه، كذلك انجازات اجتماعيه، مجموعه ديال الانجازات الحمد لله اللي حققها المغرب في سنه 2025. باش نكملوا السهره ديالنا متتبعينا الكرام ديما لا انه ان شاء الله نخليكم فاصل ونواصل. واش كتلاحظي شعرك كيطيح بزاف وخايفه يولي خفيف وما يبقاش عندك اللمعه طبيعيه؟ الحل بين يديك مع شامبو فينسي اونتي شوت، هو الحل المحفز ومضاد لتساقط الشعر. تركيبه متطوره وغنيه بمستخلص الارقطيون، القراص والصبار، كتنقي فروه الراس، كتزيل القشره باش شعرك يرجع قوي صحي وناعم بحال الحرير. استمتعي بشعر كثيف صحي ولامع بحجم كبير 500 ml، مصمم بجوده فرنسيه عاليه وبثمن مناسب. للطلب زورونا على الموقع ديالنا marsoc.com او لا تواصلوا معنا دابا على الواتساب على 074 38 37 91. فينسي مع الجوده والثمن اللي كتستحق. عودة إليكم مشاهدينا الكرام دائما في هذه السهرة الخاصة، سهرة رأس السنة، متابعينا الكرام على إذاعة مراكش بليس الرقمية. كيف قلت سهرة خاصة لمتابعينا اللي إن شاء الله صارت 2025 وبقى لنا إلى القليل ونودعوها وإن شاء الله وندوزوا لسنة 2025 وغنعاود نقولها الله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب وبكل ما كتمناو. فمتابعينا الكرام سيدي محمد، وحنا في هذه السهرة، هذه السهرة الجميلة، السهرة اللي كيرافقونا فيها الأخوان والإخوات اللي كيتابعونا على مراكش بليس، مجموعة ديال البرامج ربما وانت ابن الدار كيف قلت، فشنو كيبان لك واش كاين تفاعل أكثر مع مثل هذه البرامج الاجتماعيه اللي ان شاء الله غتكون بلمسه جديده ان شاء الله في سنه 2026، وعلى راسهم برنامج هموم الناس اللي كيناقش كل الحالات الانسانيه، كذلك برنامج حديث الساعه اللي كيناقش كل القضايا الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه حتى، وزائد برنامج مبادرون وبرنامج في الصحه. سؤال في الصحه. نعم الحمد لله. بالنسبه للبرامج غادي يعطيو واحد الدفعه ودفعه زوينه، وغادي نناقشوا بزاف ديال المشاكل ديال الناس ديال على الصعيد الوطني ماشي المحلي، لان هموم الناس راه صراحه كاينين بعض الناس كيعانيوا معاناه اللي كثيره وكثيره بزاف. ان شاء الله غادي البرنامج نتمنوا الناس يتفاعلوا معاه، ونتمنوا ان شاء الله حنا نعطيو واحد الاضافه لهاد الناس اللي غادي يقدروا يتفاعلوا معنا، ونقدروا نوصلوا الحويجات اللي يقدروا الناس بغاوهم وتيخصوهم في المنطقه ديالهم. صحيح. فمتابعينا الكرام، فالان وحنا في السهره ديالنا سهره راس السنه على اذاعه مراكش بليس الرقميه، وغنعاودوا باش ما نخليوش دائما شويه ديال الانجازات وشويه ديال الكلام، لكن ضروري ما ندوزو عاوتاني شويه ديال النشاط. فنخليكم فاصل غنائي وما تمشيو فين دائما على اذاعه مراكش بليس الرقميه. اسمع ونعودوا في قطر غازي. يا ويلي جادر وعلي البعد نشير لي، يا ويلي جا شلاب طويله وحدو القدام، يا ويلي جا شلاب طويله وحدو القدام، يا ويلي جا كتاف عناط ديال السلهام، يا ويلي جا الفرد مذهب حبه حبه، يا ويلي جا صبطو مسيري وحدو القدام، برمو للشلابه بغيتو دابا، وعاوني برقي شكون يجري قدامو، يدير انا تنشد الجامو، كون عندي قوام ونعود نعلموها.
عودة إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الأجواء الجميلة، أجواء شعبية 100% على إذاعة مراكش بليز الرقمية في سهرة رأس السنة. فالآن مستمعينا الكرام ما بقى لنا إلا القليل ونودعوا سنة 2025، فخليكم معنا ما تمشوا فين، لأن قريب ما بقوا إلا تقريبا دقائق قليلة وغندوزو ان شاء الله لسنه 2026. وكيف قلت غنعاود نقولها، الله يدخل علينا والصحه علينا وعليكم الصحه والسلامه والعافيه يا رب، وكل ما كتمناو. والطاقم التقني لإذاعة مراكش بليس كيتمنى لكم سنه سعيده وكل ما كتمناو ان شاء الله. سيدي محمد، دقائق قليله بغيناك رساله الان الناس اللي كيتابعونا وكل متتبعين اذاعه مراكش بليس، شنو تقول لهم؟ الرساله ديالي لكل المواطنين المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، تنتمنى لهم ان شاء الله هذه السنه ديال 25 اللي كان عنده فيها شي حاجه ينساها، يحاول ديما يشوف الجديد، وان شاء الله راه هي مليئه بالافراح وبالمحبه وبالخير بالنسبه للسنه اللي 25. ولكن بالنسبه ل 2026 تنتمنى لكم ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه، واللي عنده شي حاجه كيف ما بغى في القلب ديالو الله يوفقه لها يا ربي. وتنتمنى ان شاء الله مسيره موفقه للوطن ديالنا الغالي اللي كنحماقوا عليه وكنموتوا عليه، وبلادنا غتبقى ان شاء الله ديما من اعز الدول في العالم ومن الدول اللي ان شاء الله غاديه في واحد المسار ومسار زوين ان شاء الله. والله ينصر سيدنا، وعاشت الاسره العلويه والطاقم مراكش بلوس يحييكم، وسنه سعيده للجميع. شكرا لك سيدي محمد. كيف قلت قبيله دقائق معدوده، لكن الان ثواني معدوده اللي بقات انه ندوزو الان لسنه 2026. مشاهدينا الكرام، نخليكم ايقاعات شعبيه قبل ما ندوزو لسنه 2026. الان بقات 10 ثواني، الان غنمشيو سيدي محمد. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ونادي سنة سعيد مشاهدينا الكرام، وتحية لكم وتحية لكل الإخوة اللي كانوا متابعينا في هذه سهرة رأس السنة، والله يدخلها علينا وعليكم الصحة والسلامة. والطاقم التقني لإذاعة مراكش بليس كيتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وكيتمنى لكم سنة سعيدة. سيدي محمد، رسالة أخيرا بعد ما زدنا 2026، سلم عليا بعدا. تحية لك سنة 2025 2026. تحية لنا كاملين ان شاء الله الصحة والسلامة ونجاح لإذاعة مراكش بليس ان شاء الله، نجاح لإذاعة مراكش بليس. وتحية لجميع المواطنين كي قلت قبيله داخل العالم داخل المغرب وخارج المغرب، وتحية للأسرة العلوية وسنة سعيدة للجميع. شكرا لك، سنة سعيدة متتبعين الكرام، ونتلاقوا ان شاء الله في برامج اخرى باذن الله تعالى في سنة 2026 اللي احنا الان فيها باذن الله تعالى، والله يسر للجميع وتبارك الله عليكم. تحياتي.